بالنسبة لمهرجان مراكش الدولي للسينما، سنة عن سنة الحمد لله كيتطور، سنة عن سنة كيجيب الجديد. فكيشرفنا أنه هذا الدورة يكون تكريم للسينما الإسكندنافية، لأنه فرصة نتعرفوا على سينما يعني عالم آخر، بعاداته بتقاليده بأفكاره برؤيته يعني المواضيع سواء المحلية أو اللي كتخصه أو العالمية. فهذه شي حاجة كتفرحنا حنا دونك فنانين شباب مغاربة أننا نتعرفوا عليها. أكيد أنه مهرجان مراكش كيتميز دورة عن دورة بالجديد، وكيف ما قلت لك هذه الدورة مميزة جدا بحال الدورات السابقة، ونتمنى إن شاء الله ليه مزيد من التألق ومزيد من يعني التطور، سنة على سنة يكون دائما الأفضل ويكون دائما الجديد. والمميزات من تكريم الأجانب، كاين تكريم الفنانين المغاربه الحمد لله. غدا غادي نحضروا تكريم فنان مغربي كلنا كنعتزوا به، انا شخصيا كنعتزوا به اللي هو سيدي محمد خويي. دورات سابقات من تكريم سيدي محمد بسطاوي، سي محمد مجد الله يرحمه، يعني وجوه كبيره كنعتزوا بها امينه رشيد. فانا يعني كنشوف بانه بالعكس ما كاينش اجحاف في حق يعني فيما يخص التكريمات بالنسبه للمغاربه. كاين تكريم ولله الحمد، شي حاجه كتشرفنا حنا كفنانين شباب. يعني من الضروري جدا اننا نكرموا عمل او عملين اجنبيين يعني يزون ماركي في الساحه العالميه. ف المغرب ما كينقصوا حتى شي حاجه انه يكرم عمل أجنبي بحال الدول الأخرى، والحمد لله يعني هو كيساير المهرجانات العالمية وفي تطورها يعني في لورغانيزاسيون ديالها وفي كل شيء. الحمد لله أنا ساليت من تصوير سلسلة بسلام طريحانة، هي 13 دقيقة مع سيدي محمد الجم وسي عبد الله ديدان وآية ديدان، إخراج حميد زيان. هي بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، دي كابسول كيف ما قلت لك دو 13 مينوت اللي كيوعيو الناس من حوادث السير وكيفاش احترام القوانين في قالب كوميدي. هذا هو الجديد التلفزيوني.